للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير النفقات. مفيش حاجة اسمها هي ما تاخدش غير ربع المرتب، لا. لو هي اثبتت قصاد المحكمة انك قادر انك يدخلك دخل تاني غير المرتب بتاعك، او انك عندك شهادات في البنك، او عندك اي شغلانة تانية بتشتغلها، ساعتها ممكن القاضي يحكم باكتر من نص المرتب ده لو ما حكمش بالمرتب كله. ما انا بشوف احكام يوميا، وبشوف ان مفردات مرتبه اللي هو مقدمها مثلا 10,000 جنيه، الاقي الزوجة اخده هي والعيال 12,000. طب ازاي؟ هي اثبتت قصاد المحكمة كده. فعشان كده بمجرد ما تعرف ان في نفقات مرفوعة عليك، من فضلك احضر الجلسات وقدم يسارك الحقيقي، خاصة لو انت عرفت ان الدايرة دي بتدي نفقات عالية.